تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الله يا كريم الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي فرض الزكاة على الأغنياء المسلمين وأوجب صرفها إلى الأصناف المستحقين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam.
Tajuk khutbah pada hari ini ialah zakat membersihkan dosa dan menyucikan jiwa. Sidang Jumaat yang berbahagia, makna zakat dari segi bahasa ialah bersih, suci, subur, bertambah, berkembang, berkat dan baik. Dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sejumlah harta yang tertentu mengikut qadar yang ditentukan, mengikut qadar yang tertentu yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap individu yang mencukupi syarat. Terdapat di dalamnya berbagai-bagai hikmat dan kelebihannya. Antaranya ialah: pertama, zakat membersihkan jiwa pengeluar dari akhlak-akhlak yang buruk seperti bakhil, kedekut, mencintai harta dan sebagainya, dan mensucikannya dari dosa serta menghindarkannya dari siksa Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Maksudnya, ambillah, yakni sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, yakni dari dosa, dan mensucikan mereka, yakni dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kedua, sebagai membuktikan keimanan yang sebenar dan menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang dikurniakannya, malah Allah Subhanahu wa taala juga berjanji akan menambahkan lagi nikmat jika ia disyukuri. Firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan yakni ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Ketiga, tanamkan rasa kasih sayang dan belas kasihan di kalangan orang-orang yang beriman. Mengurangkan jurang pemisahan dalam kalangan masyarakat Muslim, baik yang kaya maupun yang miskin, dalam mengecapi nikmat harta. Seterusnya, dapat membentuk sebuah masyarakat yang erat hubungan persaudaraannya, suka tolong-menolong antara satu sama lain, selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah
kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab siksanya, yakni bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Keempat, zakat menyuburkan harta dan menambahkan pahala serta keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga akhirat. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Maksudnya, dan yakni ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah, yakni tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah, yakni zakat, yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka akan melakukannya. Itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Maksudnya, sedekah tidak mengurangkan harta. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dimuliai Allah, bagi memudahkan pengagihan serta memastikan zakat kita sampai kepada semua golongan asnaf, maka zakat berkenaan hendaklah dikeluarkan kepada Majlis Agama Islam dan adat Melayu Terengganu, yakni Maidam, atau mana-mana amil yang dilantik. Sebagai maklumat terkini, pihak pengurusan zakat Maidam telah mengagihkan zakat kepada 8 asnaf sebanyak ringgit Malaysia 296,662 dan 7 sen bermula dari bulan Januari hingga bulan November 2025. Khatib dengan ini menyeru kepada pihak yang belum menunaikan kewajipan zakat supaya segera melaksanakannya sebelum berakhir tahun 2025. Khatib juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah ruahkan rezeki dan melipat gandakannya kepada mereka ini pada tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Maksudnya, sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yakni yang datangnya dari Allah. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين 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 يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم، ونستغفر الله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, musim tengkujuh sering kali membawa pelbagai cabaran, terutama banjir yang merosakkan harta benda dan mengancam keselamatan nyawa. Berdasarkan kenyataan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, monsun timur laut atau MTL dijangka berterusan sehingga bulan Mac 2026. Pada musim ini, beberapa kali episod hujan lebat berterusan dijangka berlaku. Keadaan ini mungkin membawa kepada berlakunya banjir. Oleh itu, ambillah langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri kita dan keluarga. Pastikan kita memantau ramalan cuaca melalui sumber yang sahih dan sentiasa bersedia dengan peralatan kecemasan yang mencukupi. Semoga kita semua dilindungi dari segala bentuk bencana dan rosakan harta benda. Amin ya rabbal alamin. Muslimin yang dirahmati sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرف غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المقتفي باللهشة، وأنزل الرحمة عليه وعلى السلطان النور الزاهرة سلطانة ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات
في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد Tengku Muhammad Ismail Ibn Al-Wathiq Billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujian-Mu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menentang kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang jemaah sekalian, sila penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Salli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. إذا
وإذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. وأتوب إليه. أستغفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام أنت السلام أنت السلام. حينا ربنا بالسلام بارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا سيدنا لنا سيد أحمدنا سيد معرفتنا سيد أرواحنا سيد أجسادنا سيد أرزاقنا سيد أكواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاة التامة واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
ربنا عليك توكلنا